لو انا ضربتك بالقلم دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ هو ضربك. ولو ما ضربتنيش؟ يعني مش هينفع ما ضربكش. لو احنا شغالين في شركه وضربتك بالقلم دلوقتي وانت ما عرفتش وانت ما ردتش عليا، هروح اخد حقي بالقانون. بالقانون. حلو. الشيبي وبتاع ايه اللي حصل؟ ما هو راح خد حقه يا عم صل على النبي بالقانون عليه الصلاه والسلام. اقصد يعني راح ما انا بقول لك ده. لا بقى لو بتاع انت بتتكلم على المنظومه نفسها، ما عاقبتش مثلا الشيبي العقاب المناسب. عايز تقول كده؟ لا مش الشيبي، على قصدي الشحات. انا بقول لك ليه؟ عشان النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي عارفين النادي الاهلي اقوى من اتحاد الكوره، مع ان الاهلي نفسه عاقب الشحات عقوبه اكبر من اتحاد الكوره. لا انا بحكي لك، انا بتفق معاك في ان لازم العقوبه كانت تبقى اقوى بعد التصرف ده. هل انت تقدر تلعب النادي الاهلي الساعه 4 العصر؟ لا، ولا الزمالك. انا بديك مثال بقى. هما الناديين الوحيدين اللي ما لعبوش الساعه 4. انت متخيل؟ هل النهارده تقدر هل يقدر نادي يمنع لعيبته من انضمام لمنتخب مصر؟ الزمالك عمل كده مع كابتن حازم امام برضه في معسكر من معسكرات ايام فيتوريا، لما خرج زيزو وخرج اكتر من لاعب من المعسكر عشان زمان كان عنده ماتش. خرجها فين؟ خرجهم والله. أيوة. انت خرجهم لعبوا يعني؟ خرجهم راحوا النادي موافقه فيتوريا. بس خلاص انا بكلمك شباب فيتوريا. امام عاشور ومحمد عبد المنعم ما راحوش للمنتخب عشان الاهلي عايزه. انهي منتخب؟ الاولمبي. ما تقوليش بقى اصل مش اجنده. بص يا باشا، مش حاجه اسمها اجنده ومش اجنده. خلي بالك انا هنا مش هو حكيمي. اسمعني بس، اسمعني عشان اوضح لك. انا هنا مش انا مش بدافع عن هنا ولا هنا. أيوة. انا بقول لك الوقائع وبقول لك المواقف كانت ماشيه ازاي. حكيمي ولا امام عاشور؟ لا حكيمي حاجه جامده جدا وامام لعيب جامد، بس حكيمي بيلعب في باريس سان جيرمان. اسمه ايه اللي هو بيلعب في العين الاماراتي؟ اسمه ايه؟ رحيمي. سفيان رحيمي. الناس راحت يا باشا. لا هو طب ما هو في نفس الوقت مردوش هناك ناس انتراكت فرانكفورت مردوش فين ان هو يروح منتخب الاولمبي. يا باشا حلو، بس انت بتلعب طلعوا بيان رسمي قال لك احنا رافضين. فين بتلعب؟ في مصر. هو الدوري معمول لمين يا باشا؟ طب ليه ما تبصلهاش من ناحيه تانية؟ ايه؟ انا عايز اسالك سؤال، هل زيزو كان ممكن يروح لو الزمالك بينافس على الدوري؟ لا كان ممكن ما يروحش. طيب يبقى نفس الموقف. بس انا اما الزمالك كان ينافس وبتاع كنت هقول لك القصه نفسها. فاهم قصدي؟ كنت هتقول برضو غلط. الله اعلم. انا ممكن اقول لك الله اعلم والف وادور عليك. ايوه يعني انت كان قصدك الاساس نفسه غلط، ان حتى لو الاهلي والزمالك بينافسوا على الدوري اي واحد منتخب الاولمبي عايزه ميكالي كان ياخد. بس انا بس هي ما حصلتش مع زيزو. لو كانت حصلت والزمالك بينافس كنت هطلع اقول لك الكلام ده. بس لكن ده حصلت. انت فاهم قصدي؟ اللي انا برضه عشان طب ليه ما نبصلهاش برضه ان احنا للاسف عندنا الدوري ما بيخلصش؟ لو كان الدوري بيخلص بدري كان امام عاشور وعبد المنعم وغيرهم. يا باشا دي قصه تانية. دي قصه تانية. دي قصه تانية بقى. مفهوم. دي قصه تانية خالص. اوكي. فدي عايزه حلقات بقى اللي هي بتاعت الدوري والحاجات دي. تعو في الاول والاخر يا عم بقى. يعني بص طلعني من القصه دي عشان هنقعد نهري فيها كتير. لا هنهري فيها كتير. هنهري فيها كتير وانا مش عايز اتقلب مشجع. فاهم يعني؟ انا مش عايز اتقلب مشجع. بس انت عايز تكون مدرب محترف وفي نفس الوقت عايز كل الناس تاخد حقوقها. انت فاهمني؟ الزمالك ياخد حقه والاهلي ياخد حقه ويبقى في يعني المنافسه حلوه. المنافسه الشريفه بتبقى حلوه. والله نفسنا كلنا كاعلام او كمتابعين او كجماهير نفسنا يكون في منافسه قويه. يعني انا بشوف في وجهه نظري الدوري السنه دي هم ماتشين بتوع الاهلي وبيراميدز كان فيهم كوره. ما فهمش كوره قوي بس فيهم منافسه. هكش على نفسك يا امير. لا انا بقول لك من ناحيه المنافسه. ما الاثنين بيلعبوا على الدوري. ما كانش فيه منافسه. انا شايف بص يا امير، الدوري السنه دي دوري فاشل. ليه؟ متفق معاك على فكره. فاشل ليه؟ يعني ايه النهارده؟ ومش طلعني بقى بره النادي الاهلي، انا بكلمك على جميع الفرق مثلا او الزمالك حتى. يعني ايه النهارده انا نادي يلعب مع نفس النادي في الاسبوع مرتين؟ يعني ايه؟ ايوه. وهو عشان بس يا امير الناس اللي تفهم بس. ماتشات الاهلي والزمالك دي في كوم، وماتشات بتاع الدوري اي حد في كوم. ليه بقى؟ دي حقيقة. دي اولا بيبقى عندك ضغط عصبي نفسي، تحضيرات للماتش، بتعمل مجهود زياده من اللزوم، الريكفري بعد الماتش بياخد من مجهود الفرق كتير. من فرقه فاهم يعني؟ النهارده الفرقه بتبقى مهدوده بعد ما تلعب الزمالك والاهلي. اوكي. اجي انا اروح اعمل لي مع الزمالك والاهلي يعني حاطط طلائع الجيش مرتين وفاركو مرتين وداخليه مرتين. عشان كده بقول لك مفيش تكافؤ الفرص. الحاجه الثانيه هديك مثال مثلا. لو فاركو لعبت مع الزمالك مرتين في شهر والاهلي مرتين في شهر، زي ما تلعب مع الاهلي والزمالك مره واحده ومع الفرق الثانيه متقسمه بتاع؟ لا طبعا. اللي انت النهارده ممكن تبقى طالع من ماتش كسبان تاخد معاك ماتشين ثلاثه. صح.
وممكن تبقى خسران تاخد لك ماتش. تفرق كتير قوي، تفرق عشان هنا بقول لك يا باشا من الاخر، انا بقول لك دي اسوأ فتره شفتها في حياتي من ساعه ما وعيت على كره القدم. تمام. الفتره دي. خلينا نروح لبعض المواقف ليك مع مختلف الانديه. انت اتكلمنا في النص كده على حرس الحدود، قلت لي رحت باين 6 شهور ولا ما لعبتش ولا ماتش. ايه اللي حصل؟ وانا بسالك السؤال ده برضو، عايز اسالك مين انجح مدرب بالنسبه لك انت اتمرنت معاه، ومين افشل مدرب؟ وما تهربش مني، عايز اسماء. مش ههرب، ماشي، بس مش عايز اما اقول مثلا مش افشل، يعني اللي انا ممكن افشل دي تقيله شويه. اوكي. اللي انا ممكن ما ارتحتش معاه او مثلا ما اقنعنيش. ما اقنعكش مين؟ اديني لا انا بالنسبه لي كابتن طارق العشري. الكابتن طارق العشري صعب قوي. الكابتن طارق العشري ما اقنعكش بالنسبه لك بقى؟ هو انا اتكلمت. لا انت بتقول لي كابتن طارق. ايوه انا بقول كابتن طارق العشري لان هو ليه مسيره كبيره في الدوري المصري مع حرس الحدود، فتره من الفترات وصل. صعب. هو ليه كامل احترامه طبعا. بس لا، ما انا بالنسبه لي كان الامور معاه صعبه جدا جدا. وبعد 5 شهور يا باشا السلام عليكم. يعني انت استحملت 5 شهور؟ 5 شهور على امل ان الدنيا تتظبط. لا امال كنت واخد الموقف؟ لا بص يا امير، في وقت من الاوقات لو انت ما طورتش من اسلوبك وتعاملك مع اللعيبه، يعني اللي انت بتتعامل بيه دلوقتي ما ينفعش تتعامل بيه من 10 حلو سنين. ماشي انت فاهمني. هو بقى كان بيتعامل باللي قبليه، يعني الكلام ده مثلا سنه 2010 تقريبا او حاجه كده. كان بيتعامل بقى من ايه، من ايام اللي من قبلها. لا صعب قوي. وعلى طول نظريه المؤامره ومش عارفه ده بيتكلم ايه وده ايه يا عم ايه ده. دخلت معاه في صدام مباشر؟ لا على طول من اسبوع، من اسبوعين، بعد اسبوعين. ايه بقى قلت له ايه ولا كده؟ ولا قلت له ولا. خلي بالك انا عمري ما اغلط في مدرب. حلو. يعني وانا لعيب عمري ما اغلط في مدرب. بس خلاص انت يا باشا في حته وانا في حته وخلاص بس. ورحت ساعتها قلت لهم انا مش هقدر اكمل، واتكلت على رحت بعديها التعاون الصالح. يعني ما واجهتوش بالمشاكل اللي انت بتقابلها معاه؟ اصل انت بص في المدرب اللي صريح معاك هيجي لك زي ما بقول لك ايه، سكه ودغري. هنقعد بقى نحور وبتاع، واصل انت ده مره من المرات. انا كنت جاي من تركيا، فلعبنا ماتش كان اعتزال عبد الحميد بسيوني في ملعب طلائع الجيش. كان الزمالك وطلائع الجيش. ولعبت الماتش ده كان قدام الزمالك والدنيا تمام، وكان الدوري راجع بعديها. فلقيتهم طلعني بره السكور. فبقول له ليه؟ قال لي اصل انت مش واخد على طريقه 4-4-2. قلت له اللي انا يعني بلعب بره 5-2. انت كنت بتلعب اصلا 4-4-2 يا عم صلى على النبي يا عم. قلت له فحسيت بقى بتاع شويه يعمل حاجات غريبه. لا يا عم لا. فانا بالنسبه لي انا يعني كمدرب، انا بالنسبه لي ما اقتنعتش ولا مش مقتنع بيه. مين اكتر مدرب اقتنعت بيه؟ في مدربين كتير كويسه. يعني كابتن شوقي غريب مدرب كويس، دربنا في منتخب الشباب. مع انك ما لعبتش معاه في كاس العالم. ايوه بس مدرب كويس. هو مش شرط ان انت تبقى مدرب. ايوه عشان كده بسالك عشان توضح النقطه دي. لا وكابتن حسن شحاته مدرب كويس، بيعرف يتعامل مع اللعيب. بيتعامل على المستوى النفسي كويس. بيتعامل كويس. طب كنت بتقول لي على الكابتن حسن شحاته وزعلت انت كنت بتاع لاعب الماتش اللي هو بتاع اوروجواي. بس عمرك ما تزعل منه كبني ادم. طبعا. بص مدرب، بص في وقت من الاوقات اسم المدرب يجبرك اللي انت تحترم اي قرار. لا تحط في بقك على طول. طيب اتكلمت معاه قلت له ليه استبعدتني؟ ده لسه لا هو في يوم بعديها مش عارفه برضه، يعني قلت للكابتن شوقي غريب يقول له ما تجيبنيش تاني. فاهم. عشان كده ما رحتش تاني. وبهدوء. غلطت يعني انت في الموقف ده؟ لا ولا غلط يا عم، انا ما بعرفش اميز. انا مش بتاع تمييز. ما هو ماشي، انت ممكن تسكت خالص يا عم. انا مش بتاع تمييز يا عم. انا مره كنت قاعد مع واحد في اوضه لعيب. مين يا عم؟ خلاص بقى. يا تديني الاسم يا ايه المشكله؟ لا والله واحد يعني خلاص. اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. اوكي. فقلت له يا عم انا جايب طيران وراكب طيارتين وبتاع، لو يعني لو مش هلعب ما يجيبنيش. راح قال له هو قاعد معايا في الاوضه. والله خلي بالك الكوره برضو فيها حاجات صعبه. طبعا النفوس وبتاع. فاهم. كنت جايب له والله، وكنت جايب له ساعتها والله مش عارفه تيشيرت وبتاع. تيشيرت باوك ولا لا تيشيرت كده، كنت ماضي مع شركه وبتاع. يعني بدي هدايا. انت كنت عندك سبونسر وبتاع. فتستغرب يعني. فاهم. فهو الكابتن حسن شحاته بقى لما سمع الحاجات دي خلاص قفل منك. ولطشت مع كريم قبل كده لطشه جامده برضه. كريم حسن. لطشه كانت جامده. وبرضه كريم كان هو كان ايه منصبه ساعتها؟ لا ابن الكابتن حسن بقى. كان ابن الكابتن حسن بس. ايه اللطشه؟ احكي لي. لا لطشه جامده كانت في الجيم. و مش عارف كان مكتوب عليا حاجه اللي انا رايح حته ولا حاجه. كنت ساعتها بتلعب فين؟ كنت والله ما فاكر. كنت ساعتها راجع والله ما فاكر. راجع من تركيا تقريبا.
يعني الكابتن حسن شحاته مدير فني منتخب. فهو بيهزر بقى. رحت انا لطش فيه جامد، ورحت لطش مخبط جامد. مش فيه كمان فاهم. جت فتره قالوا للكابتن حسن بياخد لعيبه الاهلي وما ياخدش لعيبه الزمالك، ويخافوا من لعيبه الاهلي راح قايل له. وانت قلت له يا عم وانا بخاف؟ لا انت قلت له ان الكابتن حسن شحاته ده بياخد لعيبه يا عم لا، قلت له الناس بتقول كذا كذا كذا، الناس بتقول كذا بس ده مش رايك. لا ورايي. رايك ايه المشكله؟ انت شايف الكابتن حسن شحاته كان بياخد لعيبه الاهلي عشان خايف من الاهلي؟ مش عشان خايف من الاهلي. امال ايه؟ الفتره دي كانت لعيبه الاهلي كويسه، صح، انت فاهم قصدي، وفي لعيبه ممكن ما كانتش بتلعب وبيبقى عايز يوقفها على رجليها. هو ده اللي انت تقصده. انت لا بس اللي كان بيتكتب بقى تاني. ماشي، بس المرحله دي يعني في لعيبه في لا في 6 و8 و10. يا باشا اسمعني بس، سيبك بس من القصه دي. في لعيبه ما كانتش بتحب تروح المنتخب، وكانت بتمشي من المنتخب بمزاجها بس. ولو حد عمل القصه دي من ناس تانية كان ممكن يعمل معاها حاجه. يعني فاهم قصدك على مين؟ يا عم بقى مش عايز اقول. لا مش هينفع ارمي لك انا اسم. لا ارمي بس هترد عليا. ارمي ماشي عشان ما تلبسنيش. ارمي. بركات مثلا كان من ضمنهم.